فلما جاء واحد سالني بيقول لي انت ليه يا عمرو ما بتشتغلش معالجات وريبولينج وايسيهات؟ بقول له انا مش فاضي للكلام ده. شغلي الفاست السريع اللي هو يعني اشتغل لاكتر من عميل في اليوم، 50 عميل 60 عميل وانجز وخد فلوس وقتي، افضل من ان انا نعمل اربع خمس معالجات في اليوم. ده لو عرفت تعمل اربع خمس معالجات في اليوم. السلام عليكم. كنت عملت فيديو قبل كده من اسبوعين اني انا فني صيانه، ولكن مش بحب ولا عايز اني اشتغل في الروبولينج والمعالجات والايسيهات وشغل الحفر اللي هو فيه حرفيه شويه وفي دقه على بورده الموبايل. دي ما كانتش تقليل من اي فني ولا من اي حد، بس في ناس انتقدتني وفي ناس كان رايها في صالحي، بس انا حبيت اني اوضح وجهه النظر علشان الانتقاد يكون بناء شويه. انا راجل شغال في مهنه الموبايل دي بقالي اكتر من 15 سنه. اشتغلنا كتير في موضوع اللي هو المعالجات والرفع والكلام ده كله. طلعت ناس تنتقدني بتقول لي فاقد الشيء لا يعطيه، وانت كده ما بتفهمش وما بتعرفش. المعالج ده بيتكلف 2000 جنيه والريبولينج بيتعمل ب 2000 جنيه، ودوشه كتير وفلوس كتير. وطالما انت شغلك شغل فاست والشغل السريع، انت كده مش فن صيانه. لا والله انا فن صيانه، سواء انت شئت ام ابيت. رايك ما يهمنيش في حاجه طالما انا عارف يعني نفسي كويس. اولا شغلي انا ما بحبش الشغل اللي على البورده اللي فيه تعب وفيه مجهود، لانه ده بيكلف وقت وطاقه ومجهود وتعب نفسي وعقلي، وكمان عدم الراحه فيه يعني فظيع. عدم الراحه فيه فظيع. انا شغلي كله الفاست السريع. بغير شاشه، بطاريه، فلات الشحن، سوكت الشحن، المايك. بقيس بحدد الاعطال الاول، لكن لما توصل انه في عطل جوه ريبولينج او معالج او اي سي باور او ذاكره او رام، لا والله مش عندي. روح التوكيل. واصلك الفكره؟ او روح يا عم الفني محترف. في ناس محترفه ده تخصصها وده شغلها. الانتقادات اللي جتني على الفيديو الاولاني انه في ناس كتير يعني تعليقاتها سلبيه لدرجه فظيعه. انت كده ما بتفهمش، انت عمرك ما تتطور. يا عم انا مش عايز اتطور في الحوار ده، ولو هتطور فيه مش عايزه. انا بتطور في التجاره. يعني هنديك مثال بسيط. انا شغال الشغل السريع ده ممكن اركب، مش عايز اقول لك اركب كدي، اركب لو بالمثال 20 30 شاشه في اليوم. انا بالنسبه لي اريح لي وافضل لي واشتري دماغي 20 شاشه فيهم اركبهم، احسن ما احشر نفسي في معالج ولا ذاكره ولا الكلام ده كله، وطاقه ومجهود وفحص وقيس وما تقيسش وارفع وشيل وحط، ولا قدر الله ممكن غلطه مني يجيب بورده ولا يحصل حاجه معايا نتعطل يومين ثلاثه في حوار زي ده. دي حاجه ايا كان سعر المعالج او الرولينج قد ايه، 1000 جنيه 500 جنيه 2000 جنيه زي ما انت بتقول. انا بشتري راحتي، كل واحد يشتري راحته بالشيء اللي يريحه، ومش تقليل منك ابدا ولا مني والله. انا بحكي لك بس وجهه النظر. انا على سبيل المثال عندي موبايل زي ده، اشتريته كسر زيرو مستعمل مثلا ب 5000 جنيه، وبعته في نفس اللحظه. عملت عليه كده منشور، بعته في التو اللحظه بعد 5 دقائق ب 5500. انا هنا كسبت 500 جنيه من غير ما اتعب، من غير مثلا مجهود، من غير ما يكون في مثلا دوشه وطاقه. انا شايف اني انا لو معايا 100000 جنيه جبت بيهم اجهزه استخدام واجهزه جديده وقلبتهم في اليوم جنب الشغل الفصل السريع بتاعي، افضل لي بكتير من شغل الحفر والمعالجات والايسيهات والريبولينج والكلام ده كله. دي وجهة نظري مع احترامي لكل الناس يعني. دي حاجة. الحاجة التانية، عندي اكسسوارات مثلا مميزة مش محمول بس، كمبيوتر وموبايلات ومحمول ومش عارف ايه واكتر من دخل. عندي فودافون كاش، عندي فودافون كاش مشغل فلوسي فودافون كاش الدفع بالفيزا. الحاجات دي كلها انا بتدخل لي دخل اسرع وافضل ومشتري راحتي. ابسط مثال هديهولك على شغل البرد، اني انا لما مثلا حبيت ناخد يوم ولا يومين اجازه ولا اسافر مكان، تمام، هبقى مخي مرتاح، مبسوط كده صافي. مش عندي شغل ناس التليفون خلص ولا ما خلصش، الشغل بيخلص يوم بيوم عندي. الفصل السريع يوم بيوم، موجود تمام مش موجود مفيش خلاص، مفيش حاجه تركن عندي. ده انا شغلي. فانا بحب شغل الفصل السريع، بحبش الدوشه اللي هتهلك طاقتي ودماغي وتفكيري وعقلي. وتركيزي كله بقى على التجاره مش على المهنه. فهمتني؟ تحياتي ليك، بحبك في الله وبحترمك، وانت على دماغي من فوق والله العظيم.